هنعمل النهارده بقى كحك العيد. بصوا العجينه دايبه ازاي وناعمه وطريه بجد بطريقه سهله جدا. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه بجهزها وهي اختبار الخميره. بحط الخميره وعليها سكر مع ميه دافيه وبقلبهم كويس وبسيبهم بقى كده مع بعض. تمام. بعد كده بجيب كيس الدقيق. تمام، هو كيلو. انا هكتب لكم المقادير كلها دلوقتي اهي. وحطيت عليها البيكنج باودر وحطيت اللبن نيدو. بعد كده هحط عليها ريحه الكحك وسمسم. تمام. بعد كده هحط رشه من الملح. هميكس بقى كل الحاجات دي كده مع بعض، واكون هنا الناحيه التانية بقدح سمنه. هقدح السمنه واحطه فيها. احلى طريقه للكحك بطعم وريحه حلوه قوي. هحط السمنه على الكحك وهبدا بقى اللي انا ابس السمنه مع الدقيق. بيديها طعم حلو جدا. بخلي الدقيق كله مكسي سمنه، يعني السمنه متغرقه في الدقيق كده. مفيش حته دقيقه تكون بيضه. بعد كده حطيت الخميره بتاعتي وهبدا اللي انا اعجن فيه بلبن يكون دافي. ما يكونش سخن، ركزوا معايا، اللبن يكون دافي. هعجن فيها. بعد كده هسيب العجينه ترتاح. تمام. تعالوا بقى عبال ما العجينه ترتاح نحضر الحشوه بتاعه الملبن. بصوا بقى الملبن وجماله بيبقى عامل ازاي. تعالوا بينا نشوف بقى هنعمله كده ازاي. بجيب الملبن بحط عليه سمسم. تمام. بعد كده بحط عليه معلقتين كده يكونوا سمنه سايحه، والسمنه تكون سخنه. بسيحهم كده كويس في بعض وبقلبهم. بصوا بقى بتبداوا بقى تشكلوهم كده علشان تبقى العمليه سهله عليكم، يعني بتاعه الحشو. وممكن برضو نحشي الكحك ده نحشيه عجوه. تعالوا بقى نشوف الكحك بتاعنا عامل ايه. هنا خلاص الكحك بعد ما ارتاح حطيت عليه شويه من اللبن تاني عشان حسيته ناشف شويه. بعمل له اختبار، بمسك كده عجينايه واشكلها. لو شققت تبقى لسه عايزه لبن تاني بسيط. تمام. ببدا بقى اللي انا اشكله هنا واحطه في الصينيه. والنقشات بقى اللي انتوا عايزين تعملوها براحتكم خالص. بس بجد بيطلع دايب جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان مش بياخد وقت في السوا في الفرن. يعني دلوقتي هتدخليه الفرن هيقعد 10 دقايق بالظبط. هتفتحي عليه هتلاقي الارضيه كده لونت، عملت لون بسيط كده، اعرفي ان هو استوي. بيبقى لسه طري بس اعرفي ان هو كده استوى. جربوا الطريقه دي وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.